القرآن قدامي وحق هذا القرآن ما انطق كلام الا هو صحيح ابد، ما ابي منه ومنه. اكو لقطه نسيتها ذيك الساعه من ابو لؤي يقعد بالاعلام ويجيب طاري ابني، اللي ابني ما موجود خارج العراق، ما موجود، ويروح يحلف عليه كلام الله ويصدر عليه امر قبض. وعندنا طفل يعني حدث ابن بنتي وعداي وعامر، 4 نفرات يروح يحلف عليهم كلام الله، وغيروا التسجيل كامل، وموجود عند من المركز الشرطه حولوا المكافحه تسجيل صوره وصوت الاعتراف ماله شلون حرق نفسه، واكو عندكم بالهذه موجود الشاهد، وجهاله شلون حكم. احنا ارجع هذا كلام انه بعيده، لو بيت صباح الخلف العميمه عندهم شعره يملؤ الله يرحمه، اقسم بالله ما قف وياهم الا اصير ضدهم اني. راح القناه ناين نيوز وجاب طاري اني وجاب ابني خارج العراق، يقول ابنه هددنا وهي سوى. هذا الحكي ما له صحه. وبالنسبه ابو لؤي هو وابنه وابن اخوه الاخر عليهم مال ضربوا البيوت طلقات، وعليهم 4 ارهاب، وعليهم امر قبض ينفذ باكر عقب باكر اسبوع ما اعرف. هو مطلوب وجاي هذه اخر شيء يرد هسه انه بيجي على النسوان على بنتي ويقول يهددن بالبنات، يرد يروح على الولد يشتكي يقول اخذ جايب ارقام تليفونات ويهددون بي، وهذا ما له صحه. الدعوه موجوده عندنا كلها موجوده بالدعوه، وعندنا صوره وصوت اعتراف الولد لؤي الله يرحمه. وبالنسبه للؤي قبل ما احكي بالدعوه راح من عندنا، راح من بنتنا، ما راح من ابو لؤي. صحيح هو بس بنتنا اللي خسرته، ما خسر ابو لؤي خسر. وهاي الاطفال ظلت ايتام، ها برقابنا هسه اليوم هاي شهر الثالث ابو لؤي واصل اطفال، هسه راح يشوفوهم الاطفال شلون منظفيهم شلون شغل هذا، ومداريين ياكلون حالهم حالنا. هم ببيت ابوهم اللي من خالي ماخذ بنتي وخالاتها قايمين بيهم على كل شيء، مريض زايده ناقصه ما عايفيهم ذولا جهالنا. فبالنسبه لابو لؤي من قعد وقام يجيب طاري، أنا جيتهم للفاتحة، جبت الشيخ العام أبو عساف، وجبت الشيخ فالح وشيخ مثنى وشيخ أبو طيف وشيخ عصام وشيخ علوان، وجبت عمامي العميمة ورحت قرأت لهم فاتحة، وقلت له أبو قيلان ما يكون إلا خاطركم طيب، شو تريد أنا بخدمتك حاضر. وراها راح اشتكوا الوليد، موجوده الصور بالمكافحه، التقرير ماله يم نقيب مصطفى حولوها على المكافحه، صوره وصوت اعترف قال اني حرقت نفسي ومرتي اللي طفتني، واللي اسعفه عداي وابنه شالوه ودوه المستشفى. 2 ردوا النوب بالليل، جماعة أنا ما أريد أجيب أسمائهم هسه، بالليل جاوا غيروا الدعوة وصورة وصوت، هو اعترف رسمي قال أنا حرقت نفسي، غيروها الدعوة وفاتوا وحلفوا كلام الله باطل، وأنا أقول لكم إياها. العقلة صار لنا 200 سنة جيران وأهل، يعني أهل، ولو صدق من العميمة كاتلين واحد علني بالشارع من العقلة، احنا ما كنا متوقعين تطلع منهم هاي السالفة. طلب مني الشيخ ابو عساف العام قال يابا تاخذ عطوة سبب لان الولد احترق بديرتكم، حتى لو نسيبكم احترق بديرتكم، تاخذ عطوة سبب وتحول عليهم. قلت له حاضر. رادوا انه بدزل الورقة هاي دعوة عطوة مشروطة، قلت لا عطوة مشروطة اريد انا انزل سبب دعوة مشروطة، عطوة مشروطة على شنو؟ ابن الولد موجود، جهالة موجودين، وهذا ابن الذمة تعليم مهنة.
بابا ما لك علاقة بي يعني، احكي يم السماعة. ابوك ايش سوى؟ هو كب على نفسه بنزين وحرق نفسه. شنطاك؟ التلفون والمحفظة والمحفظة الثانية مال الجناسي. قبل ما يحرق نفسه؟ ايه. منو طفاه؟ ماما. من شاله وداه المستشفى؟ خالي. خوش حكي. فانتوا عمامنا واخوتنا العقلة اهلنا، وعمامنا واخوتنا والديرة تسمع ويعرفون ابو صباح شنو وامانة الله ورسوله، وانا حلفت بالقران ما زل بحرف لو بيت خالي الهم ضلع بشغلة لؤي والله اصير ضدهم مو وياهم، وانا ابني لو يغلط ما اصير وياه. أنا أختي صار لها بدأت بالشهر الثالث مسجونة ظلم، كل الدنيا تدري بيها، هي يعني لا حارقة ولا مظلومة مظلومة وما عندهم أي إثبات علينا، وذبوها سجن، وهذول أطفالها يعني راح يحجون. وأنا ما يعني مثل ما حكى عم الشيخ احنا ما عندهم أي إثبات علينا، واحنا عمام بيناتنا يعني ما توقعنا هذا الشيء من عندهم يذبونها بالسجن. وهم يقولون يعني احنا متشلبين بجهالهم وما ننطيهم اياه، هذول الجهال قدامهم يريد يشوفونهم ياخذونهم بكيفهم، هم جهالهم بعد، بس احنا اختي كل الدنيا يعني تدري بيها مظلومة. سمعتي شنو شفتي؟ اليوم حلقك. أنا شفت بابا من حرق نفسه، كان أنا كنا شفنا بابا من حرق نفسه، كان أروح أركض نصيح لماما، ماما جابت البطانية لفته، قامت النار تطلع منه حضنته لحد ما طفى، راحوا يركضون خبروا على خالة عداي، اجوا نقلوه للمستشفى وبابا هو اللي حرق نفسه. هو بابا اللي حرق نفسه، من حرق نفسه ماما راحت تركض وجابت البطانية ولفته منه قامت تطلع النار منه كان حضنته راحت جابت تلفونها من طفى، راحت جابت تلفونها خابرت على خالة عداي وعلى عم عامر، ردت قبل من جم سريع نقلوه للمستشفى. من صاح لي وطاني القرار، قال هاي المحفظة وهاي المحفظة وهاي الجناسي، وتبعد لي ورا وكان يطلع من الجنطة بطل بنزين لزمه كب على نفسه ويطلع جداح من جيبه حرق نفسه. وقبل ماما ركضت الماما، قلت لها ماما بابا حرق نفسه، قبل طلعت تلفون راحت طفته وجت طلعت تلفونها دقت على خالي اجا كان ياخذه للمستشفى هو وخالي على امر. أنا بالنسبة لي شاهد على الحدث بالكامل. أول ما الزلمة بلش يريد يحرق نفسه، أنا الصبح شفته من نجيه شايل بيده علاقته وطب للبيت مالته، أنا هو طب للبيت مالته وأنا افتريت عندي الزلمة من قرايبنا جايبنا بيت ورا البيت مالته، طبيت عليه، عندنا شغلة كملت الشغلة مالتي بالوقت اللي هو كان قاعد بيه. من طلعت شفت الزلمة واقف هو وابنه جاي يسولف وياه وحرق نفسه. الزلمة دار على نفسه مادة، طلع بطل من العلاقة دار على نفسه وحرق نفسه. انا امشي وبوا عليه البيت لا بي سياج لا بي باب لا بي شي، وماكو يمه كل احد بس ابنه وجهاله واقفين يمه مقابيله يم الباب، دار على نفسه المادة اللي حرق نفسه بيها وحرق نفسه. وطلعت المرأة من داخل البيت تركض، جابت بطانية بيدها لزمت الزلمة لفته طفته وخابرت على اهلها على ما اعرف. انا على السريع سويت لان هو الزلمة عديلي وعرف ابو كامل وعداي وعامر، قلت اروح اصيح عليهم يجون يشيلون الزلمة، لان هسه هم شالوا الزلمة وودوه ونقذوه ودوه للمستشفى، والنوب لحقوهم بطلابه مشتكين عليهم، والدولة لحد هسه ما جاي تبريهم، وهم اصلا لا كانوا موجودين. وفوقها ها بعد ياك شاهد النوب؟ عندي بعد شاهد وياي النوب، انا هسه ما اقدر اذكر اسم الشاهد،
ولا موجود ابن الشيخ، لا موجود احد، ومشتكين على عامر ومشتكين على ابن الشيخ ومشتكين على ابن ابو كامل. وهسه النوب الجديد هسه همين جاي يشتكون عن النسوان، يعني سووها بلا ملحه. يعني همنا واحد يلتقى الله بهاي العالم، يعني فوق ما الزلمه حرق نفسه يمهم النوب لحقوهم ببلوه كبيره. العالم ابتلت، ولا جاي يرضون قانونيا ولا جاي يرضون بالعشاير، والقانون يعني همنا سواها طويله علينا. هاي السالفه، واحنا نريد من الله ومن القانون يفضلنا هذا الموضوع باقرب وقت. المرأة بالسجن وذول جهالها 5 جهال، يراد لهم يعني احد يقيم بيهم ويدير باله عليهم. واحنا نريد من الله ومن الدولة يطلعون المرأة، يعني يستعجلون باجراءاتها ويطلعون اياها. ذول جهالها ظالين ماكو احد يمهم، وخوالهم ما مقصرين الناس، بس يعني الجاهل مو مثل ما امه ترعاه. عندها هذا وليد صغير، عندها هاي بنية صغيرة همين، وخالهم عدايز ذمه معدل ولا إلا بهاي السوالف ولا هم يحزنون. واشتكوا على عامر، وعامر رجال لا رايح لا جاي ولا ابد، يعني هم فوق ما شاله وداه المستشفى، وهم من الصبح لليل عود يلا يجوا اهله وهم قايمين بواجبه بالمستشفى، الى ان جوا اهله قالوا لهم عمي توكلوا بالله، مشوا لاهلهم. واهله التزموا بالموضوع مالته، من اهله التزموا بالموضوع مالته، غيروا الاقوال مال الازدمه. اول بدايه اعترف قال اني حرقت نفسي وانا اللي سويت هيجي، ومن التزموا واهل الموضوع تغير الحكي وتغيرت الاقوال مال الازلمه. احنا نريد الدوله تنظر لنا بهذه القضيه وتستعجلنا بالاجراءات. يعني هي الشغله مبينه، وانا رجال شاهد ورحت للمحكمه وشهدت بالمحكمه. انا وياي شاهد ثاني، انا وياي كنا نمشي سويه وشفنا يعني الشغله اللي صارت بالكامل قدامي. صارت الشغله، اني بالنسبه لي مسؤول عن كلامي عشائريا وقانونيا وبالكامل. والسلام عليكم.